هلو هلو، ازيكم؟ عاملين ايه؟ شايفين العظمه اللي قدامكم دي؟ وبصوا بقى مع الفيو التحفه دوت. انا جيت كده النهارده في فيديو كده حلو جدا. تعالوا نعمل مع بعض احلى تتبيله للفراخ المشويه على الفحم. هتطلع معاكي خطيره بجد، تطلع زي الجاهز واحسن كمان. شايفين الجمال؟ يلا بينا نعمل تتبيله مميزه قوي. شايفين الفيو؟ تعالوا بقى يلا نعمل احلى تتبيله فراخ مشويه. يلا بقى نبتدي نعملها كده واحده واحده. عندي فرخه مقطعاها 4 تربع ونقعتها كويس جدا في محلول الزفاره بتاعي. وعملت ايه؟ شايفين؟ كسرت القصبه كده ان انا افتح الورك عشان يبقى سهل معايا يشرب من التتبيله. وبرده الصدور بتاعتي نسرتها كده بالسكينه عشان تشرب معايا التتبيله وتبقى ايه حلوه جدا. يبقى عندي فرخه اهي 4 تربع. وعندي بقى ايه للفرخه دي؟ بصلايه كبيره، طماطميتين، ليمونه بقشرها، وعندي 3 4 فصوص توم. وعندي ايه كمان بقى؟ شويه بهارات كده حلوه. ايه بقى الاساسي بتاعي؟ كيس 11 بهار وفلفل اسود وزعتر وروزماري وتوم باودر وبصل باودر وجنزبيل وقرفه. جنزبيل وقرفه وتوم باودر وبصل باودر، كل حاجه نص معلقه يا جماعه. وعندي ملح، وعندي معلقه كبيره سكر. السكر ليه؟ عشان ما يخليش الفراخ بتاعتي تغيب وهي بتتشوي. وعندي معلقه كبيره صلصه ومعلقه كبيره خل. الخل برضو بيساعد ان الفراخ بتاعتي تتسوي بسرعه. طيب يلا بينا بقى نتبلها كده مع بعض. جبت بقى الخلاط كده بتاعي وهبتدي ان انا احط فيه البصل والحاجات دي. حطيتهم بقى هم كلهم في الخلاط. هبتدي انزل بكميه البهارات بتاعتي كلها. بسم الله. وهبتدي انزل بالمعلقه الكبيره خل والمعلقه الكبيره صلصه. وهبتدي ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ هجيب كده بتاع ايه ربع كوبايه ميه عشان الحاجات دي تتضرب معايا، ما تبقاش ايه، ما معرفش اضربها يعني في الخلاط بتاعي. هضربهم كده كويس جدا وارجع لكم تاني. شايفين يا جماعه لونها بعد ما اتضربت معايا؟ التتبيله دي هتخلي الفراخ بتاعتك طعمها مميز جدا. طيب بسم الله. هبتدي ان انا اجيب كده قطعه قطعه وانزل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه كده من التتبيله بتاعتي. هبتدي ان انا ادخل في الفتحات التتبيله كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا جماعه شايفين؟ هبتدي بقى اجيب تاني حته معايا. بسم الله. واجيب كده من التتبيله حبه من التتبيله واحشي بيهم الفتحات دي، واحشي بيهم بين الجلد. بسم الله. احشي الصدر بتاعي من كل الجوانب. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي ان انا اكمل بقى بقيه كميه الفراخ كده وارجع لكم تاني. شايفين يا جماعه اصلا هي شكلها في التتبيله مغريه ازاي؟ خلصت الكميه كده كلها عشان اوصل لنتيجه حلوه جدا وطعم الفراخ تبقى مشوي كده ومتبل تتبيله مميزه. هعمل ايه دلوقتي؟ هسيبها في التلاجة من بالليل للصبح، او على الاقل 6 ساعات قبل ما نبتدي نشويها. الطريقه دي بقى تشويها على جريل، تشويها في الفرن، والاحلى واحلى لو على الفحم. بقى على الفحم تاخدي طعم الفراخ المشويه الجاهزه الرهيبه قوي دي. هريحها بقى في التلاجة ونرجع نشويها مع بعض. ويا جماعه الفراخ بتاعتي اهي بعد ما حطيتها يوم كامل في التلاجة. شايفين؟ بس انا بقى بصوا مغيره الفيو، احنا بقى النهارده كده في البلد فهنشويها بقى على الفحم يا جماعه. هبتدي ان انا احط كده الفرخه بتاعتي كلها على الفحم. شايفين يا جماعه الجمال؟ اديني اهو حطيتها على الفحم بتاعي. هي هتاخد ايه بتاع ساعه الا ربع كده، ساعه لحد ما تستوي. التتبيله دي انا مش هرميها. شايفين التتبيله دي يا جماعه؟ انا مش هرميها طول ما الفراخ بتاعتي على الفحم. هنغزها كده بالسكينه بتاعتي عشان تستوي واحط من التتبيله دي عليها. فاهمين؟ اما اجي برضو اعمل الخطوه دي هوريها لكم. انا هسيبها بقى كده تاخد لون كده شويه من على الناحيه الاولانيه واوريها لكم. شايفين يا جماعه؟ انا قلبتها بقى على الناحيه الثانيه. هبتدي ان انا اقلب فيها كل شويه كده عشان اضمن انها استوت. وزي ما قلت لكم اهو بنغزها بالسكينه عشان ايه تستوي كويس وما تاخدش وقت معايا. بصوا بس انا عايزه اوريكم يا جماعه الفيو. شايفين الجمال؟ انا النهارده بقى ايه قلت اغير لكم كده تغيروا جو معايا. بصي لو مش عايزه تشويها على الفحم عادي ممكن بالتتبيله دي تحطيها في الفرن عادي، جريل، شوايه بالكهرباء، اي حاجه. هنبتدي نعمل ايه؟ ادي التتبيله اللي قلت لكم عليها. شايفين؟ بصوا بقى التتبيله دي اصلا هتنزل على الفحم كده وتشم الريحه تبقى رهيبه جدا. وهي الفراخ برضو ايه هتشربها معايا يا جماعه. شايفين الجمال؟ خطيره. قلت اوريكم الخطوه دي. اهو يا جماعه هتبتدي برضو انها تاخد اللون على الناحيه التانية واقلبها كده زي ما قلت لكم. كل 10 دقايق ربع ساعه اقلب فيها لحد ما احس انها استوت كده ودابت معايا.
يا جماعه الجمال اهو، خلاص الفراخ بتاعتي ابتدت انها تاخد لون وخلاص استوت. انا هطلعها، هي جهزت معايا خلاص. لو اول مره تتفرجي عليا ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده عملت معاكم الفراخ المشويه بتتبيله مميزه قوي معاكي، شويتها معاكي على الفحم، ممكن انت تشويها على جريل في الفرن على اي يعني حاجه متوفره عندك. جربي الطريقه دي وهستناكي تقولي لي رايك فيها ايه. يلا باي باي.